ومعنا أيضا عبر الهاتف من دير الزور هاني العمر الناطق الرسمي باسم جبهة ثوار سوريا. هاني، أهلا بك معنا. هل لمستم أي بوادر من الأسد لوضع حل منطقي للخروج من الأزمة السورية؟ بداية، الرحمة والخلود لشهدائنا والنصر القريب العاجل لثورتنا. الرحمة لأكثر من 16 شهيدا خلال خطاب الرنان وكلمات تعودنا عليها وسماع شعارات كاذبة ومنافقة. خطاب كان من رئيس مخلوع بإذن الله يخرج على الملأ ليقول بعض الأكاذيب وكلمات هو بنفسه لا يعرف معناها. يخرج ليطلب بمؤتمر حوار كما في خطاباته الأولى وكأن شيئا لم يكن. أكثر من 60,000 شهيدا حتى الآن، ودمار خلفته الميليشيا التابعة له خلال الأشهر الماضية، ناهيك عن المعتقلين والأسرى والجرحى. وأجمل ما قاله في خطابه هو أن المناصب زائلة ولكن الوطن باقي، وسيزول قريبا هذا المجرم الطاغي. والشعب السوري الحر يقول له: إذا أفادتك خطاباتك الرنانة لكانت أفادت من قبلك، ولكانت أفادت القذافي وغيرهم ممن خلعهم شعبهم. هو يريد مؤتمر حوار فاشل يشمل بعض المرتزقة من والاه. نعم، يريد حوارا في ظل القصف المتواصل على مدن سوريا من دير الزور إلى حمص ودرعا وإدلب ودمشق. نعم، سنسير إلى الأمام وإننا أصحاب حق، وسيزول قريبا على يد أبطال الجيش الحر. وهو بخطابه هذا أعلنها طائفية بجدارة بعد أن برأ من برأ، سجل بالبقية في قفص الاتهام على أنهم إرهابيين. هذا الخطاب المسجل سابقا ليس إلا بعض الأكاذيب التي خرج ليعلنها وليطلب ويستغيث بحليفه روسيا لكي ينقذوه. ففي أيام القذافي امتلأت الساحة الخضراء قبل أيام من سقوطه. نعم هاني. وإن شاء الله سيكون سقوط هذا الطاغية قريبا. جزيلا. شكرا جزيلا لهذه المشاركة هاني العمر الناطق الرسمي باسم جبهة ثوار سوريا، حدثنا عبر الهاتف من دير الزور.